دي طاسة كبد وقوانص فراخ معمولة بالطشة، بجد مش متخيلين طعمها حلو ازاي. فقبل اي حاجة اعملوا سيف للفيديو عشان تجربوا الطريقة دي في اقرب وقت، ومتأكدة انكم هتعتمدوها زي بالظبط. اول حاجة هنحضر الطشة بتاعتنا. في الكبة هنحط 5 فصوص توم وحباية فلفل احمر ونص حباية فلفل رومي ونص طماطمايه، وممكن نزود فلفل احمر حار لو حابين، ونضرب بقى كل ده في الكبه، ونزود بقى في الاخر التوابل ملح وكمون وكزبره. في الطاسه بقى نسخن شويه زيت وننزل بالكبده، وتكون مغسوله بلبن وخل بس. عشان الكبده تتسوى صح لازم النار تبقى سخنه قوي، وبعدين نحطها نستنى شويه عليها ونبدا نقلبها. وكمان بحطها سليمه زي ما هي، مش بقطعها. لو حابه اقطعها بقطعها بعد ما تستوي عشان ما تتهريش. شعرت بقى الكبده كده بشويه ملح لان الملح اصلا موجود في الطشه، و4 دقائق كده نطفي عليها تكون تقريبا استوت بنسبه 90%. نشيل بقى الكبده وفي نفس الطاسه ننزل بشويه زيت حلوين، ونحط القوانص بقى نديها صدمه وتاخد لون دقيقتين كده، ونضيف بصلايه متوسطه متقطعه جوليان نشوحها كويس مع القوانص، وبعدين نشعرها برده بشويه ملح، ونضيف شويه ميه صغيرين ونغطي عليها لحد ما القوانص تستوي. وبعد ما تستوي بقى ننزل عليها بالكبده ونقلبها معاها كده لمده دقيقتين. والخطوه الجايه بقى دي هي اهم خطوه، نحط بقى شويه زيت حلوين في طاسه وننزل بقى بالطشه بتاعتنا تعمل كده صوت حلو كده واحنا بننزلها. نقلبها كده شويه لمده دقيقتين. هننزل بقى بالطشه على الكبد والقوانص ونقلب بقى كل حاجه مع بعض كده، ونسيب كل ده يغلي لمده 3 دقائق عشان الصوص يتقل وكل حاجه تمتزج مع بعضها كويس قوي. ومش هكلمكم بقى عن طعمها لان بجد محتاجين تجربوها بنفسكم.